ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفرت، ولا تنسى تشيك على باقي فيديوهاتنا. استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز اليوم الأحد بعاصمة المملكة الرياض مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية مايك بومبيو. وذكرت وكالة واس السعودية الرسمية أن اللقاء الذي عقد في مكتب العاهل السعودي بقصر اليمامة تناول استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة. من الجدير بالذكر أن بومبيو أثار جدلا واسعا حينما أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن التنسيق الاستخباراتي بين السعودية وإسرائيل في مجال محاربة الإرهاب لم يعد فكرة أو اقتراحا بل بات أمرا واقعا. وقال بومبيو آنذاك أثناء مشاركته في منتدى ريغان السنوي للدفاع في كاليفورنيا شاهدت أنهم السعوديون يعملون مع الإسرائيليين في التصدي للإرهاب في الشرق الأوسط، ويبدو أنه بالقدر الذي يمكننا الاستمرار في تطوير هذه العلاقات والعمل معها ستكون دول الخليج والشرق الأوسط عموما أكثر أمنا. جاء ذلك على خلفية تصريحات أدلى بها في الآونة الأخيرة عدد من المسؤولين الإسرائيليين من بينهم وزير الطاقة يوفال ساتينيتس بشأن وجود اتصالات غير رسمية مع السعودية، فيما نفت المملكة هذه الأنباء قاطعيا، حيث قال وزير خارجيتها عادل الجبير إن لا علاقة بين السعودية وإسرائيل، وشدد على التزام الرياض بمبادرة السلام العربية كطريق للوصول إلى السلام. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.